يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ قمت الصبح، خلصت الروتين اليومي بتاعي وبعد كده قلت افطر. انا بحب افطر بعد ما بخلص الترويقه العاديه بتاعت كل يوم، على اساس ابذل مجهود كده وانا معدتي فاضيه، فالواحد يخس شويه. احنا في شتاء والواحد بيدبها بالليل، فيعني بظبط الدنيا شويه. كنت نقع عندي زبادي، مش نقع زبادي، نقع شيا سيدز في الزبادي، وحط عليه مكعبات مانجا، بكون شايلاها في الفريزر فحطيتها عليها. فطرت الحمد لله وابتديت في الغدا. انا بحب ابتدي في الغدا بدري، يعني على الساعة 1 بالكتير قوي بكون مخلصة الغدا بتاعي. النهاردة كنت هعمل كبسة فراخ، فقلت اعملها معاكم واوريكم الطريقة بتاعتي. الكبسة من الحاجات الحلوة قوي، بتتعمل في حلة واحدة، فبالنسبة لي منقذة. بحط بقى لومي اللي هو الليمون المجفف، ورق لورا وحبهان وقرفة وقرنفل، وكزبرة وكمون وفلفل اسود. تمام، كل ده بحطه كده في الزيت، والزيت بارد، عشان لو حطيتوه والزيت سخن الحاجات دي ممكن تتحرق، بتتحرق بسرعة جدا. والزيت عندي بارد كده بحطها، وبعد كده برفعها على النار عشان اضمن ان التوابل ما تتحرقش مني، لان لو اتحرقت هتمرر معاكي قوي. وبحط شوية شطة بيدوها طعم حلو قوي، وبرده بحط قرن فلفل اخضر. هي الكبسة لما بتكون مشطشطة كده بيبقى طعمها حلو. وتقدري طبعا لو عندك بهارات كبسة تضيفيها، بس انا بالنسبة لي التوابل دي كلها هي بديل لبهارات الكبسة. وممكن احط رشة صغيرة من السبع بهارات، عشان بس طعم اللحمة والفراخ، يعني لو انت هتعمليها بلحمة او فراخ. بصوا بقى، حطيت كده الحلة عندي على النار، ونزلت كده بقرن فلفل كسرته بس، ما قطعتوش قطع صغيرة، لان انا مش حابة ان يبقى فيها حتت صغيرة تيجي في المعلقة. هو مجرد بس قرن كده، اديته كام قطمة عشان يدي بس النكهة والريحة. وضربت عندي بصلاية، واديها تشويحة بقى بعد ما طلع كده ريحة البهارات بتاعتي. اديها تشويحة تدبل، ما تغيرش لونها، احنا مش عاوزينها تغمق او ان هي تكرمل، لا مجرد ان هي بس ايه، تخش في اللون الذهبي كده، تبقى شفافة. بحط عندي بقى كاري وكركم. الكاري والكركم ما بحبش احطهم قوي قبل البصل وكده، لان بيتحرقوا بسرعة، طعمهم بيمرر بسرعة، فعشان كده بحطهم بعد ما بحط البصل. بس لو انتوا ضامنين ممكن تحطوهم قبل البصل على طول، تدوها لفة كده وبعد كده تنزلوا بالبصل. نزلت عندي بالفراخ، عشان اديها برضو كده ايه صدمة، برضو عشان تقفل كده و يعني ما تطلعش العصارة بتاعتها وتزفر لي طعم الرز. خلي بالكم من النقطة دي. واديها بقى ايه تشويحة حلوة كده، وبعد كده بنزل بالطماطم عندي وصلصة. بالنسبة للصلصة اللي هي الجاهزة تقدروا تستبدلوها بالطماطم، بس انا بحب الطماطم تبقى مسكرة كده وبتدي طعم حلو. لما بتبقى معمولة بصلصة بس اللي هي المعلبات بتبقى حامية قوي على على المعدة كده، بحسها تقيلة. بس مع الطماطم تبقى حلوة. ممكن تعملي ميكس ما بين صلصة الطماطم الجاهزة والعصير الطماطم. وبملح بقى الفراخ عندي واسيبها بقى تستوي. عاوزاها بقى ايه، تاخد سوا تقريبا، يعني اكتر من 3/4 سوا بحاجة بسيطة، عشان لما احط الرز بتاعي تكون يعني الرز ما بياخدش وقت. ولو دوستي على الرز البسمتي بيتهري وبيتكسر. بص، انا عندي الفراخ اهي، عمال اعمل لها كده بالشوكة عشان اشوف هتطلع سوائل ولا لا. لو ما طلعتش معاكي سوائل يبقى هي كده تعتبر دخلت في السوا. لو طلعت معاكي سوائل كده فيها اثار دم، لا يبقى لسه محتاجة تعملي برضو ايه عليها شوية. اوعوا تحطوا الرز وهي لسه فيها دم من جوه، هيزفر طعم الرز وتبقى طعمها وحش جدا. بصوا اصلا خدت تأميرة حلوة قوي كده من الحلة، بجد بتبقى خطيرة. لو انتي حابة ان انتي تدي الفرخة او اللحمة وش كده شوي، تسيبيها تكمل سوا خالص، وبعد كده تطلعيها تحطيها في صينية في الفرن، وبعد كده تضيفي الرز. حابة تسوي الرز مع الفراخ او اللحمة، تضيفي الرز قبل ما اللحوم تخش كده ايه في السوا، يعني يبقى فاضل لها تكة. انا الرز البسمتي انا ما بقتنعش بحاجه خالص غير ابو كاس بصراحه. عشان انا عشت في السعوديه حبه حلوين، فاتعودت على طعم الرز البسمتي بتاع السعوديه، فمش قادره ان انا اتقبل اي رز تاني.
فاكتر طعم بيديني نفس الطعم اللي انا اتعودت عليه هو ابو كاس. جربت حاجات كتير جدا بصراحة ما اقتنعتش، وبقالي سنين دلوقتي انا راسية على ابو كاس. هو غالي شوية بس في الاخر بتاكلي حاجة حلوة. والفرق ما بينه وبين انواع تانية يعني طعمها مش قوي وبتتكسر وبتبقى مفرولة كده، حاجة بسيطة. فانصحكم جدا جدا بيه، جربوه فعلا مش تقدروا ان انتوا تجربوا اي رز بسمتي تاني. انا هطلع الفراخ عندي عشان حابه ان انا اديها وش كده شوي. فهحطها عندي في صينيه واحطها تحت الشوايه. ما تشغلوش عليها الفرن عشان ما تنشفش معاكم، احنا عاوزين بس ندي لون للوش بتاعها. وبعد كده هنزل بالرز بتاعي. انا بقى الرز بتاعي مش بحط ميه وبعد كده اضيف الرز. انا بحب اشوح الرز مع الخلطه دي، بحس بيطلع مفلفل اكتر. بيبقى طعمه حلو متغلف، كل حبايه رز متغلفه كده بالتتبيله وشاربه من الخلطه دي. يعني الناس كتير بتحط الميه وبعد كده تضيف الرز، يعني الميه تغلي كده يروحوا ضايفين الرز. انا مش بعمل كده. انزل بقى بالرز بتاعي، والرز انا مش بنقعه، انا مجرد بغسله غسله حلوه، لان الرز البسمتي محتاج يتغسل اكتر من مره عشان بيبقى فيه نسبه نشا عاليه. وانزل بقى بيه واقعد كده ايه اشوح فيه. هتلاقوا السوائل دي ابتدت ان هي تنشف كده، بكون متأكدة ان كل رزاية اتغلفت بالتتبيلة بتاعتي وخدت طعم وهتطلع مفلفلة معايا. في الوقت ده بكون مسخنة مية سخنة بنزل بيها على الرز. المقدار كل كوباية رز بسمتي بتاخد كوباية ونص، بس انا يعني خدت خلاص على المقدار بتاع رز بالعين كده. بالنظر بقدر اظبطه. بس انتوا لو عايزين تظبطوها بالكوباية، كوباية الرز هتاخد معاكم كوباية ونص مية. بسيبه اول ما يغلي اروح معريه عليه مقلباه، وبعد كده اروح موطيه بقى، مش بوطي شمعة زي الرز المصري بتاعنا. لو عملته كده هيتهري معاكم. وطي بس اعلى من الشمعة شوية، يعني مش زي الرز بتاعنا. ولما يبتدي ان هو يتشرب ما تقلبهوش بمعلقة، هيتكسر معاكي ويتعجن بشوكة كده. هيتقلب معاكي. انا بصوا ابتدى ان هو المية تختم كده على الوش زي ما بنقول على الرز بتاعنا. خلاص انا كده وطيت وبسيبه بقى ايه يتشرب كده على الهادي. باجي بعد كده اديله تقليبه. وبرده ايه عشان اتاكد ان النار عليه مظبوطه ومش محتاج ميه او حاجه، لان ممكن تبصي تلاقيه ان الرز شرب الميه ومحتاج شويه ميه، ممكن تضيفي ساعتها. بس انا خلاص يعني اتعودت على المعيار بتاعي. بصوا بقى الجمال والفلفله، مفيش حبايه متكسره. بصوا بقى شايفين الجمال. تغرفيه بقى وبألف هنا. تقدري بقى تشيلي كل البهارات بتاعتنا الصحيحة دي وتحطيه في سيرفيس، تحطي فوقيه الفراخ، بيبقى فعلا خطير. عملت سلطة الدقوس جنب الكبسة اساسي. وحطيت بقى عندي كده في السيرفيس واحط عليه الفراخ اطلعها من الفرن. بجد وصفة سهلة ولذيذة جدا جدا، وطعمها غني وفي حلة واحدة، فعاوزين اكتر من كده ايه. بصوا تحركوا الرز بالشوكة، خلاص الرز استوى بالشوكة، تعملوا بالشوكة، ما تعملوش بمعالق خالص. الفراخ عندي خدت تقميرة حلوة، انا عملتها في التوستر ده، ما حطيتهاش في الفرن الكبير. هي مجرد بس عاوزة تاخد وش من على الوش. شايفين يا نهاري يا نهاري على الجمال، انا جوعت دلوقتي تاني. بجد طعمها خطير، الفراخ بتبقى دايبه ومش ناشفه من جوه، لحمها طري. وفي نفس الوقت واخد تحميصه كده من بره، بتبقى حلوه قوي. لو انتوا مش بتحبوا الفراخ بالجلد بتاعها تقدروا تشيلوا الجلد بتاعها عادي خالص. ودي كانت وصفة النهاردة والغدا بتاعنا. يا رب يكون عجبكم والوصفة عجبتكم. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب